للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم معنا الإعلامي الرياضي طارق بن طالب للحديث عن هذا الانتقال والصفقة النصراوية الجديدة مع اللاعب الكويتي بدر المطوع. أبو فارس، مساء الخير وأهلا بك في برنامج إرسال. مساك الله بالخير أنت والأخوة الضيوف والمؤدين. حياك الله أبو فارس. حياك الله. طولت علينا أبو فارس. غبت كثير عن برنامج إرسال أبو فارس، وإن شاء الله العود قريب إن شاء الله بين الأيادي. الله يطول لي عمرك. حياك الله أبو فارس. تكلم عن صفقة انتقال بدر المطوع من القادسية إلى النصر، كيف ترى هذه الصفقة والفائدة من الكابتن بدر المطوع؟ وكان في السابق هناك أحاديث بأن النصر يعاني من أزمة مالية، ربما هذه الصفقة تدل على أن الأزمة المالية غير موجودة في الفريق النصراوي. أول شيء يبارك للجماهير النصراوية بقدوم الكابتن الكبير بدر المطوع. بدر المطوع طبعا غني عن التعريف، لاعب كبير في منتخب الكويت، وآخر ما حققه هداف العالم. يعني اللاعب أنا أعتقد سوف يكون صفقة مفيدة للنصر، خصوصا أن النصر يحتاج إلى لاعب في مثل مركزه، صناعة اللعب، يجيد صناعة اللعب وهداف رائع. طبعا بدر المطوع احنا والكويت أهل، ووجوده بيننا يعني ما راح يحتاج فترة يتأقلم مع يعني زملاء اللاعبين ومع الأجواء، لأن يعني ما راح يختلف عليه الوضع. تعرف وقت المرحلة الثانية يكون قصير، ولذلك نحتاج إلى لاعب ينصهر في التشكيلة بسرعة. لاعب بدر المطوع يعني غني عن التعريف، وكان أمنية الكثير من الفرق، وتوفق النصر في التعاقد معه، لأنه النصر عنده مشكلة، يعني نوع من المشكلة في خانة الهجوم. يعني احنا شفنا الفريق ويحتل المركز الثاني، كان يصل المرمى كثير ويعاني من الفرص الضائعة، أو يعاني من عدم وجود صانع لعب حقيقي في الفريق. وأعتقد أن طريقة لعب بدر المطوع راح تفيد النصر في الطرف الأيمن وفي خانة الهجوم. جميل. أما بالنسبة للأزمة المالية فأعتقد أنه يعني كل الإشاعات وكل ما يطلق على النصر يتبخر في الهواء أمام النصراوية. جميل. طيب أبو فارس، نتكلم عن بدر المطوع، وهو اللاعب رقم 11 اللي يلعب في الملاعب السعودية من الكويت. طبعا هناك أسماء سابقة لعبت في الملاعب السعودية مثل علي مروي في الأهلي، بشار عبد الله في الهلال، جاسم الهويدي في الهلال، مساعد ندى أخيرا في النصر والشباب فرج لهيب. هذه الأسماء يعني هل قدمت برأيك مستوى جيد في الملاعب السعودية كأسماء كويتية؟ والله شوف أخوي، يعني اللاعبين الكويتيين عموما يعني في المجمل ال11 اللي ذكرت، أو 11 مرة، لأن بعضها مكرر 3 مرات. سعد ندى تكرر 3 مرة، فأنت حسبته 3 مرات. بينما اللاعب بشار عبد الله وجاسم الهويدي وعلي مروي يعني عملوا بصمة مع الفرق اللي لعبوا فيها. عندك بدأ فرج لهيب لم تسعف في الإصابة في تقديم شيء نادي الاتفاق، واللاعب صانع اللعب اللي كان يلعب في كاظمة لاعب في نادي الشباب فترة وجيزة وما تألق، لكن ومساعد ندى سبق أن مع النصر وقدم مستويات جيدة، وقدم مع الشباب مستويات جيدة. لكن أعتقد في العموم اللاعبين الكويتيين والخليجيين بشكل عام يقدمون مستوى لافت للظروف اللي قلت لك إياها، سهولة انصهارهم مع الفرق وعدم شعورهم بالغربة. جميل. أبو فارس، أخيرا البطولة الآسيوية انتهت يابانية، كيف ترى الأيام الماضية والبطولة الآسيوية ونتائجها التي عاد يعني فاز بها اليابان للمرة الرابعة وتجاوز الرقم السعودي؟ أنا ما أبغى أكثر التعليق في الكلام، لكن أبغى أذكر لك شيء تعلمناه وإحنا صغار: من جد وجد ومن زرع حصد. أمثلتك أبو فارس جميلة، ما ودنا والله تقطع عن برنامج إرسال، إن شاء الله في التواصل من جديد إن شاء الله. ولا يهمك حبيبي، طول لي عمرك. شكرا للكاتب. كلمة توسطوا لي عند إبراهيم محمد النجيري يستضيفني. احنا تحت أمرك مثل ما أنت تحت أمرنا أبو فارس. البرنامج لك ولجميع الله الزملاء. يسلمك الله يسلمك. شكرا لك. أنا هذا أعتبره برنامجي والله. يعطيك العافية. شكرا للإعلامي الرياضي طارق بن طالب للحديث عن صفقة بدر المطوع. علي أبو فارس ذكر أن لا يوجد
أي مشاكل مالية في نادي النصر، وما ذكر في الإعلام هباء. نعم. فأنا أؤكد أن إلى الآن نادي القادسية لم يستلم 5 مليون من قيمة السهلاوي، والشكوى موجودة في لجنة الاحتراف. نعم، يعني